ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة كده جاية اديكم كده نصيحة، والله العظيم والله العظيم. يعني لو عملتوها هتكسبوا حياتكم وهتكسبوا نفسيكم وهتكسبوا راحة بالكم. ايه هي النصيحة؟ صلوا الاول على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. نصيحتي لكل البنات وكل الشباب وكل الآباء والأمهات، اوعوا يا جماعة، اوعوا منعا باتا تجوزوا ولادكم جواز بدل أو جواز في بيت عيلة. وعلى قدر المستطاع، يعني على قدر المستطاع، يعني بلاش من قرايب. طبعا كل القرايب على الدماغ وعلى الراس وكل حاجة، بس معلش عشان ما نخسرش بعضينا ونبقى كلنا كده أحباب مع بعضينا وتفضل العلاقات كويسة مع بعض ويفضل في صلة رحم. يعني بلاش جواز قرايب خالص. عايزة اقول لكم، يعني ابشع الجوازات وافشل الجوازات وتلات ارباع المشاكل الموجودة في محاكم الأسرة، بالاخص كمان في جواز البدل. جواز البدل ده ما يعتبرش جواز عادي، انا بعتبره ان هو تخليص حق. كل من الطرفين، كل أسرة مجوزة بدل من الأسرة التانية، اللي هم يعني احنا واخدين تخليص حق. كل واحد عايز ياخد حقه من التاني، فخد في بنتي، هتعمل في بنتي كذا انا هعمل في بنتك كذا، هتضر ابني انا هضر ابنك، وهكذا. سواء بقى بنت واخ، سواء اختين او بنتين، سواء اخين مثلا وبنتين اخوات. جواز البدل عموما يا جماعة وحش جدا. في الأول بنبقى مبسوطين وفرحانين، في الأول بنبقى مبسوطين وفرحانين ويلا وهيصة وزنبليطة ويا حبايب قلبي، وبنود بعض ونزور بعض وملناش غير بعض، ومستحيل الناس توقعنا في بعض ومش عارفة ايه. وبعد كده يعني بيقولوا ايه، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فعايزه اقول لكم بيحصل مهازل مهازل بمعنى كلمه مهازل. نيجي بقى اسره مثلا ديت، تبصوا تلاقوا مثلا قرايبهم واحبابهم، لو حصل مشاكل مثلا بين في جواز البدل، تلاقي قرايب الاسره ديت يقولوا لهم لا 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 لا، ده التانيين ناس بشعه، ناس ما تتعاشرش، ناس مش عارفه ايه ده، عارفين. ويجيبوا بقى عارفين بقى اللت والعجن وقيل وقال، وعارفين زمان، عارفين من ايام الهكسوس، ده حصل وحصل وحصل وعمل وعمل وعمل، ويبتدوا يجيبوا لكم مشاكل وحاجات من القرن اول ما قلنا يا قرن يطلع، اول القرون ما طلعت. فاللي هو بيجيبوا احداث قديمه جدا، وممكن جدودهم لو هم زعلانين مع بعض وفي سوء تفاهم بينهم وبين بعض، تبص تلاقيهم يشيلوا النفوس من بعض للاجيال اللي جايه، الاجيال الجديده اللي هم بقى يا عيني لا حول بهم ولا قوه، اللي هم ايه، جواز بقى اللي هم البدل اللي هم حاليا بقى في الوقت الحالي. فاللي هم تلاقي الناس من زمان قوي ممكن في خلافات، ممكن حد ما سلمش على حد، ممكن حد بص لحد، فاللي هم يجيبوا بقى ايه المشاكل بتاع قديم الازل. نعمل ايه بقى؟ ناخدها تخليص حق بقى في الايه، في الجيل اللي طالع دوت. ماشي. طيب برضو الاسره التانية نفس الشيء، لا 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 لا، ده التانيين هم اللي فيهم وفيهم وفيهم وفيهم. طبعا اعزكم الله في ناس بتحاول تحل. طبعا عايزه اقول لكم ان في ناس طبعا يعني مشكوره بتحاول ان هي توفق الناس بين بعضها، وتحاول ان هي ما تنقلش كلام وتودي كلام وتجيب كلام، لان من قال لك قال عليك، واللي ينقل لك كلام عن حد هينقل برضو للطرف التاني دوت كلام عنك. يعني خدوها قاعده يعني. فمفيش حد كامل مكمل، وللأسف للأسف تلاقوا بقى يعني كل أطراف من هنا وكل أطراف من هنا وكل بعض العائلات من هنا وكل بعض العائلات من هنا، توجي وتجيب وتوجي وتجيب وتوجي وتجيب كلام 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 كلام، لحد ما تلاقي الناس كلها شالت من بعضها، والناس كلها كرهت بعضها، والناس كلها مش طايقة بعضها. عارفين بقى مين اللي بيبقى مظلوم بجد حقيقي؟ هو الجيل بقى اللي هو حاليا دوت، اللي هو بقى ايه، جواز البدل، هو ده بقى اللي بيخلصوا حقهم مع بعضهم فيه.
تمام. فتلاقي بقى كل طرف من الاطراف التانيين سواء هنا او هنا، لو كل واحد بقى كان عنده مشكلة ما من قديم الازل، يبتدي بقى ايه ده، انتوا ما صدقنا ان انتوا جوزتوا جواز بدل، ده احنا هناخد حقنا منكم بقى، احنا هناخد حقنا من اللي هم متجوزين بدل بقى اليومين دول. هنقوم العائلات على بعض ونسخن العائلات على بعض، ومش هنقول كلمة حق. يعني لو عارفين لو حد من الاطراف ديت مثلا من الجوازات البدل حد ليه حق وصاحب حق وكل الناس عارفة ان هو صاحب حق، لا 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 لا، احنا ما ينفعش، احنا هنولع الدنيا حريقة. ازاي يعني؟ ده انا شايل لك ضغينة في قلبي من قديم الازل، هطلعها عليك دلوقتي، مش هسيبك. هو انا هعديها كده مرور الكرام؟ لا طبعا. فتبصوا تلاقي الناس بقى بتبقى كارهه بعضها وما يقولوش كلمه حق، محدش يقول كلمه حق لوجه الله، لا 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 لا. خلاص هم اصلا النفوس شايله من زمان، فتلاقي كل واحد مش ان مهما كان انت ليك حق، لا 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 لا، انا مش هقول كلمه حق، انا ما صدقت ان انت تقف اشر اعمالك. فيا جماعة اوعوا 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 من جواز البدل. وعايزة اقول لكم بقى للأسف يعني في ناس كتير قوي لقيتها بقى ماشيين بمقولة كده ومبدأ معين، اللي هو ايه، تنكح المرء لأربع: مالها وجمالها وحسبها ونسبها. يعني انتوا خليتوا المرأة لو هي جميلة، يعني عايزة تبقى أقبح مما يكون، عشان محدش يتجوزها عشان السبب ده. لو واحدة مثلا مرتاحة ماديا، لا هي عايزة تبقى فقيرة جدا عشان اللي يجي يرتبط بيها دوت يبقى عايز يرتبط بيها. ولا النسب ولا الجمال، ماشي النسب ماشي معاكوا فيه، انما ولا الجمال، هو الجمال مش كل حاجة، ولا الغنى كل حاجة. يا جماعة في ناس فقراء كتير، يعني الواحد يتشرف ان هو يرتبط بيهم، وفي ناس بنات برضو الجمال مش كل حاجة، مش كل حاجة جمال. في واحدة جميلة بروحها، جميلة بطيبتها، بكل حاجة فيها. فليه حطينا، ليه بعض الناس حاطه الكلام دوت؟ يعني يخرب بيت كده، يعني انتوا خليتوا المرأة يخرب بيت كده بتلعن الراجل اللي بيفكر التفكير السيء ده. ويا جماعة معلش، حد من الشيوخ والناس اللي هي يعني ذات قيمة عالية قوي في الدين يقولوا لنا يعني ليه يعني الناس ماشية بمبدأ في الحديث ده بالذات، وليه مش بياخدوا بقية الأحاديث والآيات القرآنية اللي ربنا وصى بيها على المرأة. ان الرسول عليه السلام قال يعني رفقا بالقوارير، وفي كلام كتير قوي 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 انا مش هقوله، لان انتوا بتاخدوا اللي على كيفكم وبتسيبوا اللي على كيفكم. فالناس اللي ماشيه بالمبدأ دوت يعني يخرب بيت كده، يخرب بيت كده، انتوا خليتوا المرأة كرهت نفسها. المرأة خلاص متبرية منكم اليوم الدين، يعني سيبوا المرأة في حالها بقى، يعني المرأة بجد يعني يخرب بيت كده، الله يخرب بيوتكم. المرأة مش عايزة تتجوز اشكالكم يعني. ف والأسبل بقى من كده والأوحش من كده ان تلاقي بقى ايه، تلاقي بقى كل واحد بقى من دول كمان، يعني بخلاف بقى ان مشاكل بيت عيلة، مشاكل جواز بدل، مشاكل جواز قرايب، لا ده تلاقي كمان كل واحد يعني عارفين بقى خلاص احنا النفوس شايلة من زمان، اللي مهما عملتوا سواء بقى شاب بقى راجل او ست، مهما عملتوا احنا مش هنقول لكم ان انتوا ناجحين، انتوا فشلة بمعنى كلمة فشلة، انتوا ناس وحشة، انتوا ناس ما تتعاشروش، انتوا. ويبتدوا ان هم لا لا ايه القرف ده وايه ده وايه اللي انتوا بتعملوه ده وايه اللي بتسووا ده، ايه اللي بنعمله حبيبي او ايه اللي بنعمله حضرتك يعني. ما كل واحد يبص لنفسه الاول، كل واحد يبص لعيشته الاول. طبعا انا مش بدافع لحد معين، بس للاسف هو بجد جوازات البدل ديت او القرايب او في بيت عيلة، دول ضحية الناس اللي حوالين الناس ديت، سواء من العيلة ديت او من العيلة ديت. طبعا مش بعمم، بس بقول بعض مش كل. وعايزه اقول لكم بقى يا عيني، مثلا لو واحده بتشتغل ومجتهده، بالذات الستات يعني لو بتشتغل ومجتهده وعملت نفسها بنفسها وبنت نفسها بنفسها وحاولت تنجح وتبقى حاجه كبيره، تيجي بقى عيله الزوج بقى او كل بقى يعني كل من هب ودب، يا ابني هي ما عملتش حاجه، يا ابني يا حبيبي ده انت اللي عامل كل حاجه، دي بتضحك عليك، دي بتنسب نجاحها ان هي اللي عملت وهي اللي سوت، ولكن كل ده منك انت، لكن كل ده. بصوا بقى الضغينه بقى والناس الوحشه، الناس الشريره، اللي هم بصوا لو الواحده دي بقت ناجحه نجاح يعني
عملت كل حاجة وبنت نفسها بنفسها، لا اللي هو برضو غيرة وحقد وغل وكراهية، واللي هو لا احنا هنوقع بينكم هنوقع بينكم، ويبتدوا ان هم يسخنوا الزوج. اوعى تديها فرصة ان هي تنبهر بنجاحها او تنسب اي نجاح ليها. ابعدوا عن الناس دي فورا. ابعدوا يا جماعة عن الناس دي خالص خالص. ابعدوا عن الناس دي بقى تحديدا بقى، لا جواز قرايب ولا جواز في بيت عيلة ولا جواز، لا انا بتكلم بقى عموما يعني. ما ممكن برضو اتنين ما يكونوش قرايب ولا فيهم الكلام اللي انا بقول عليكم دوت، ان هم مش متجوزين في بيت عيلة ولا جواز بدل ولا جواز قرايب، وبرضو تلاقوا برضو اهل الزوج يفضلوا برضو لا 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 يا حبيبي، ده هي عملت لك ايه، هي عملت لك ايه، ده كل حاجة منك انت، ده كل حاجة مش عارفة ايه. ويبتدوا ينخسوا عيشة الزوج والزوجة، ويبتدوا ان هم يبقوا شياطين الانس والجن، ويبتدوا ان هم يعني هنكرهك فيها، يعني هنكرهك فيها. اوعى تتخيل ان احنا هنسيبك لحظة تنبهر بنجاح مراتك او تقول كلمة في حقها لا قدامها ولا وراها. ماشي. وتلاقي طبعا كل الناس ديت اغلبيتها بتبقى اصلا يعني جوازاتهم مع احترامي يعني معلش، بس انا يعني الكل طفح بقى، بتلاقي حريمهم قاعده في البيت بتستنزفهم، يعني بتستنزفهم بمعنى كلمه بتستنزفهم، اللي هي واخده كل اللي وراه واللي قدامه، كاتبه كل ممتلكاته باسمها، اللي هو عملها مش ممتلكاتها باسمها. في واحده ممكن تكتب حاجات باسمها بس من فلوسها ومن تعبها ومن شقاها، لكن واحدة تانية ممكن تكتب كل ممتلكات جوزها باسمها. واحدة تانية مش مخلية قرش مع جوزها، واحدة تانية رافعة قواضي الدنيا على جوزها عشان خاطر عايزة تاخد اللي وراه واللي قدامه. يعني بصوا، وتلاقوهم يسيبوا ما يبصوش لنفسهم ولا لأخطائهم، ولا احنا هنبص على ايه، على اللي هي ناجحة وعاملة اكتفاء ذاتي بنفسها ومش منتظرة حاجة من جوزها. هنبتدي ان احنا نسخنهم على بعض ونقول له لا لا لا، هي ما عملتش حاجه، انت اللي عامل كل حاجه، دي فيها وفيها وفيها وفيها. ويبتدوا يخببوا الاتنين على بعض. طبعا كلكم عارفين يعني ايه تخبيب. اتقوا الله اتقوا الله وحسبي